بص يا زومبا، ما اخبيش عليكي، انا ما كنتش متوقع خالص ان انت يجي منك في موضوع التمثيل ده. بس اول ما ساره قالت لي ان هم عايزينك في دور البطوله وانهم هيدفعوا الاجر اللي على مزاجنا لان المخرج الاجنبي متمسك بيكي انت بالذات، قلت يبقى اكيد ده حل ربنا بعته لنا عشان ناخد اجرك، ندفع بيه الفلوس بتاعه الشركه ونحل المشكله اللي احنا فيها دي. يا زومبا في ايه؟ انت فاكره ان انا ممكن اضرب عليكي الفلوس دي او اقبل على نفسي تعب واحده ست؟ احنا عايزين نفكر لك في اسم ولقب شهره زي ما كل الناس بتعمل. ايه مثلا؟ نجمة الجماهير. هو انت غاويه مشاكل من اولها؟ ما ينفعش طبعا، نجمه الجماهير دي ناديه الجون، لا لازم نفكر في حاجه ثانيه. نجمة مصر الأولى. ايه ده؟ لا طبعا ما ينفعش. انت عارفه مين نجمه مصر الاولى؟ أنا. لا بلبله طبعا هي نجمه مصر الاولى. بقول لك ايه، سيبك من الالقاب وتعالى نفكر في اسم شهره. عايزين نفكر في اسم كده يبقى موسيقي زي ياسمين رئيس ومينا خليل. خليل أمين. أعجبني. طب والله عجبني انا كمان، خليله امين. زومبا ياسر ياسين. اتفضل. ربنا يعافيك. ممكن نبص من الكاميرا؟ ايوه، يا ريت بقى لما نيجي نتكلم الكاميرا، اوكي؟ نقول لها إيه؟ قولي لها على اي حاجه مضايقاك. يا فندم انا قصدي انت بتجاوب على الاسئله تبقي بتكلمي الكاميرا مش بتكلميني انا، تمام؟ حاضر. الاسم؟ زومبا. قولي اسمك ثلاثي. اسمك ثلاثي. الله، انا اقصد تقولي اسمك زومبا ايه؟ زومبا إيه؟ يا فندم انا قصدي تقولي يعني، بصي حضرتك تقولي اسمي زومبا وتقولي اسمك كله. زومبا ياسر ياسين. هو انت ليكي علاقه باسر ياسين؟ ايه هي العلاقه حضرتك؟ سارة عاملة له فولو بس كده؟ ولايك. ده على الانستجرام ولا على الفيسبوك؟ كله. كله. الله. الطول 150 متر مكعب. طب وزنك قد ايه؟ 150 متر مربع. ما علينا، واخديني في الشغلانه. اخر حاجه عملتيها ايه؟ سشوار. سشوار ده فيلم قصير، السشوار ده بتاع ايه؟ شعر سارة. يا فندم شعر ساره ويارة مين؟ انا قصدي اخر حاجه عملتيها ايه؟ يعني اخر حاجه مثلتيها ايه؟ فوازير، مسلسلات، افلام، اخر حاجه مثلتيها ايه؟ ما مثلتش. الله يا ست انت هتجنني، هو انت جايه تعملي ايه فيا بالظبط النهارده؟ انا مش فاهمك.